يوم في حياة سهسوها فلوج. النهارده فلوج يوم الخميس والجمعة، وبجد فلوج طويل قوي المرة دي. فيلا بينا نبدأ الفلوج مع بعض. اول حاجة صحيت من النوم، لبست ونزلت، كنت لابسة اوتفيت تحفة وميك اب تحفة، وسارة كمان كان شكلها حلو قوي النهارده وخدتني ورحنا ساقية الصاوي. انا كنت اول مرة بصراحة اروح ساقية الصاوي. المكان لذيذ وتحفة وكل حاجة بصراحة، بس انا يعني حبيته بنسبة 60-70%. حبيتوش قوي لان الجو كان شمس جدا والشمس كانت مضايقاني، مش عارفة ليه، بس انا يعني حاولت يعني اتأقلم على الموضوع، وقعدنا شربنا شاي واشتغلنا. بس انا في اخر اليوم اتقفلت وكنت تعبانة جدا، فقلت لها يلا نمشي نروح. ركبت اوبر روحت نمت، اتقتلت حرفيا. صحيت بقى تاني يوم رحت البنك علشان كان لازم اخلص مشوار البنك ده. انا عارفة ان هي مصالح حكومية وبتخنق، بس مشوار كان لازم يخلص. روحت بقى نمت وصحيت، اختي كانت عاملة ايس كوفي فشربت منه شوية عشان افوق. بعد كده جابولي فطار مكاني. بصراحة ما كنتش قادرة اقوم وكنتش قادرة اعمل اي حاجة، بس كان عندنا حاجات كتيرة قوي في اليوم، فقلت بقى اما اقوم ابدا يوم. اول حاجة كان عندي شوية من الغسيل كده نشرتهم، وبعد كده دخلت على المطبخ كان في شوية من المواعين. قلت لما ابدا كده في المواعين، انا بصراحة بحب اغسل المواعين قبل ما ابدا في الغدا علشان احس ان المطبخ رايق كده، ما تبقاش كل حاجة مكركبة حواليا. اخر حاجة خلاص هغسل بقى الرخامة، وخلاص انتظروني قريب جدا في تنظيفات رمضان. وجبت ديكورات وحبة حاجات تحفة للمطبخ. احنا هنحول المطبخ يا جماعة، فانتظروني بقى في رمضان في الوصفات والفيديوهات الجامدة اللي انا هعملها. البوتاجاز طبعا كان لازم ياخد من الحب جانب، وقلت كده امشي عليه بسرعة واغسله. طبعا مش الغسلة القوية، بس قلت كده ما ننضفه هو كمان علشان اعمل الغدا على نظافة كده. وغسلنا البوتاجاز الحمد لله، مش الغسلة القوية بس غسلناه. نبدأ بقى نعمل الغدا. النهاردة احنا هنعمل فاصوليا بيضة وملوخية ورز وفراخ. فاول حاجة هنعملها هنعمل الفاصوليا، هنقطع البصل ونضرب الطماطم، ولما البصلة تدبل، انا مش بحب احمرها قوي، فاول ما تدبل كده هنزل عليهم بالطماطم. واول ما الطماطم تبدأ تغلي كده وتتسبك، هنزل بالفاصوليا البيضاء المسلوقة. انا كنت سلقاها، مش بحط اي حاجة خالص على الاكل عشان يبقى طعمه حلو. ملح وفلفل اسود شكرا، مش بحط اي حاجة تاني بس كده. وهسيبها بقى تغلي وكده يبقى الفاصوليا استوت. هنعمل بقى الملوخية الناشفة. المرة دي هنعملها بالصلصة عشان طول المرة اللي فاتت قعدت تقولي لا حطي عليها صلصة، فهنخلي الشوربة تغلي ونحط الصلصة دي. انا كنت مفرزاها عادي. بعد ما تغلي الشوربة هنزل عليها بالملوخية الناشفة، اديها تقلبتين كده وهسيبها تستوي. وهنعمل طشة التوم بتاعتنا، وكده الملوخية الناشفة اتعملت. والله العظيم يا جماعة انا كنت عاملة حبة ملوخية اقسم بالله تحفة، اتنسفت والله. كده كده انا مش بعمل حاجة وحشة يعني. يلا بقى نعمل الرز بتاعنا. عملته معاكم كتير قبل كده، رز حبة وحبة. نحط شوية سمنة، وبعد كده هنحمر الرز، وبعد كده هننزل بالرز بتاعنا ونحط المية ونظبط الملح بتاعنا، وبس كده الرز استوى. طبعا اليوم ما ينفعش يقفل قفلة حلوة. اتعورت من المطبخ من السكينة